السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل كفر الكفر اللي هو اللي باستك لشلتة الركنة. تابعوا معايا ان شاء الله يكون الطريقة سهلة عليكم بإذن الله. هنيجي طبعا معانا هنا الشلتة اللي عندي هي مربعة، فهي هيبقى الطول قد العرض، فطبعا كل واحدة على حسب مقاس الشلتة اللي عندك. فهنيجي هنا هناخد المقاس. طبعا انا هاخد مقاس يعني حاجة واحدة، يا العرض يا الطول، لان هي كده كده حاجة واحدة. فانا طالع عندي هنا 80 سنتي، وهناخد مقاس ارتفاع الشلتة، هيبقى طلع عندي هنا 10 سنتي. بيبقى في جزء طبعا بيبقى تحت الشلتة، جزء كويس كده عشان الكفر ما يطلعش منها، فاحنا هنخليه 15 سنتي. فهيبقى معايا طبعا هنحسب دوت من الناحيتين، يعني الناحيتين ايه، يمين وشمال وفوق وتحت، تمام. فهزود هيبقى 80 سنتي، وهزود من كل جانب 25، 10 ارتفاع، وال15 اللي هو الجزء اللي هيبقى تحت الشلتة. يعني دلوقتي الحسبة بتاعتي هتبقى 80 زائد 50، اللي هي 25 من الجنب ده و25 من الجنب الايه المقابل ليه. وطبعا برضو هيبقى ايه ناحية اليمين والشمال. يعني دلوقتي هيبقى معايا 80 و50 130، وعشان الشلتة اللي معايا مربعة فهيبقى الطول قد العرض، فهنقص ايه، انا هقص 130 في 130. دي القماشة معانا، طبقناها طبعا 4 زي ما انتوا شايفين كده. بنيجي من الناحية اللي هي الزوايا الفاضية من غير الحتت مش الجزء المتني ده، تمام. هنطبقها 4، يعني تطبيقة وتطبيقة كمان هيديلنا الايه ال4 طبقات دول. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي معانا الارتفاع 10 سنتي، والجزء اللي هيدخل تحت الشلتة 15، يعني احنا هنحدد 25. فهنيجي كده بالمسطرة وهنحدد من هنا من الضلعين، تمام كده. ونحاول نظبط الزاوية بالظبط عشان ايه ما يطلعش معانا حاجة غلط في المقاس. زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا عملت الايه الضلعين دول، تمام. احنا مش هنقص على الجزء ده عشان احنا عايزين نعمل لو انت عندك اوفر، تمام، قصي عليه وخيطي. هتسيبي برضو مسافة كده، بس هتخيطي عليه وهتعملي اوفر عادي. احنا دلوقتي ما عندناش مكنة اوفر، او مش متاح ان احنا نعمل اوفر. فهنعمل بقى فكرة حلوة قوي. هندخل عن الخط ده، تمام، 3 سنتي اهي، 3 اهي. هنعمل خط كده، هنعمل هنا الاول كده 3 اهو. يبقى انا هسيب 3 سنتي من هنا، واخد خط كمان. ده يا جماعة قلم ماركر برضو، بس مش صابونة، قلم يعني ما تخافوش هيطلع. واخد من هنا كمان 3 سنتي، تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. هقص بقى على الخط التاني، هسيب الخط ده وهقص على ده اللي جوه، تمام. هيطلع لنا طبعا هيطلع لنا مربع. في ناس بتيجي تعمل ازاي، بتعمل كده، بس دول اللي هم ايه عندهم اوفر ومش محتاجين ان هم يكتروا في المسافة دي، عشان هنعمل احنا دلوقتي خياطة تنظيف يعني من جوه، من غير مش هنحتاج ان شاء الله مش هنحتاج اوفر يعني. فالمهم الناس دي بتيجي تعمل ايه، تعمل كده، بتطبق كده مثلث وتقص. بس احنا حاليا عايزين نقص على الخط اللي احنا عملناه من جوه ده، عشان نعرف نحدد بالظبط الايه المسافة اللي احنا سيبناها. فهقصها وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده، احنا خلاص اهو قصيتها. طلع لنا طبعا الجنبين دول اهو،
وطلع طبعا الايه المربعات دي. طبعا احنا ايه يعني اي حاجه قصيناها هنخليها نستفيد منها باي حاجه في اي حاجه تانية يعني. المهم دلوقتي هنجيب الطرفين دول، الطرفين دول اللي على بعض دول اللي جنب بعض، وهنعملهم بالطريقه دي. هيدينا ايه، هيعمل كده تمام، ويبقى معانا الايه الزاويه دي. وهنخيط على الخياطه اللي احنا الخط الاولاني بقى احنا قصينا على الخط اللي جوه، دلوقتي هنقص على الخط اللي احنا عملناه بالظبط اللي هو مقاس الشلته بالظبط، نخيطه ونيجي. طبعا هنعمل زي ما انتم شايفين احنا كده خلاص خيطناها. هنخيط بقى ايه باقي الزوايا زي ما عملنا كده. طيب دلوقتي ال3 سنتي بقى اللي احنا سيبناهم، شايفين بقى دلوقتي هنعمل ايه عشان ده ما ينسلش، عشان احنا مش هنعمل اوفر. فهنفتح القماش كده وهنتنيه لجوه كده زي ما انتم شايفين. تمام كده، وهنخيط عليها. تطلع يعني هتطلع جميلة جدا وخياطة نظيفة جدا، مش هتلاقوا اي خيط منسل. اهو ايه رأيكم بقى؟ جميلة جدا يعني، بس تحفة بصراحة. طيب دلوقتي احنا خلاص كده ايه اللي هو كنت عايزة اقول لكم بقى ايه، احنا دلوقتي الضلع ده احنا كنا معلمينه بالماركر تمام. طيب احنا بقى هيبقى في عضلة عندنا مش معلمينها، طيب هنقعد نعلم بقى كل ضلع، يعني هتبقى حاجة مش عملية. فهنعمل ايه زي ما اتفقنا طبعا وقلنا قبل كده، كنت بشرح لكم قبل كده اللي هي الارقام اللي تحت الابره تمام. احنا المفروض ان احنا سايبين 3 سنتي اوكي. هنيجي هنا عند الايه العلامه كده ايه اهو، العلامه اللي هي ايه 3 سنتي مكتوب هنا 3. هنخلي طرف القماش، اظبطها دلوقتي، هنخلي طرف القماش عند الايه عند رقم 3، لان احنا سايبين 3 سنتي، بدل ما نفضل كل شويه نعلم كل ضلع فكده مش هيبقى عملي بصراحه. فاحنا هنخلي طرف القماش عند رقم 3 ونخيط. طبعا لازم نعمل فرماتوره بدايه ونهايه، وعيني على ان القماشه الطرف تبقى عند الايه الخط بالظبط اللي احنا اتكلمنا عنه، لان احنا مش معلمين مش محددين، فلازم عيني على الطرف يبقى ايه عند الخط اللي احنا قلنا عليه. اهي تمام كده. وهنعمل طبعا هنا نفس الحركة اللي احنا عملناها في الضلع الاولاني، وهنعمل باقي الزوايا بنفس نفس النظام كده، وبعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا كده احنا بعد ما بنطبق القماشة 4 بنلاقي فيه ضلع اطول من التاني تمام. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي عشان يبقى التانية الصغيرة اللي احنا بنتنيها ديت زي بعضها؟ هنبدأ بتاني الايه الضلع الاقصر الاول زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهنيجي هنا زي ما انتوا شايفين كده ده اطول اهو، هنتنيه جوه بحيث ان نتنيه تانية بحيث ان هو يبقى طول في نفس طول
الضلع الاقصر عشان تبقى التانية بتاعتنا مظبوطة. ولما نيجي نتني بقى التانية الكبيرة اللي هندكك جواها الاستيك يبقى كله مظبوط وماشي زي بعضه كده. بقى احنا تمام، خلصنا تنينا تانية التنظيف بتاعة القماش. فهنيجي بقى دلوقتي هنتني التانية كده مثلا 2 سنتي او سنتي ونص عشان ندكك الاستيك. بصراحة نوع الاستيك ده هو ده اللي انا بفضله في الحاجات اللي هي زي كده. يعني هو مش غالي، وفي نفس الوقت قوي بصراحة قوي. يعني حتى انا يعني لو في بنطلون او حاجة انا مش بحطه في البنطلون عشان ما يبقاش الاستيك ضايق على البطن. فده بصراحة حلو قوي. هو بيبقى اسمه اللي هو استيك مبروم. فانا ان شاء الله هعمل بده بعد ما نتني التانية اللي هي 2 سنتي هدكك بده. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا اهو هنعملها على 2 سنتي. الرقم معانا اهو، مش محتاجين نعلم ولا حاجة. انا كمان مساعدني ان القماشة مقلمة زي ما انتوا شايفين كده، فايه مظبط يعني معايا. وهنبدأ طبعا ناخد فرماتورة. طبعا هنخيط كده داير ما يدور على الشلتة كلها. دلوقتي احنا تنينا الطرف خلاص. طبعا بنسيب فتحة اهو زي ما انتوا شايفين كده. بنخيط كله ونسيب الفتحة دي عشان هندخل منها الاستيك. فانا بصراحة بحب ادكك ببنسة. شايفين بنسة، بس لازم يكون بصوا راسها لازم يكون راسها عاملة كده. ما اجيبش بنسة مثلا عندي باظت والحتة دي طلعت منها عشان هتقطع القماش من جوه. يا اما انت بقى حابه تعملي بالدبوس تمام، بس انا بفضل دي بصراحه بتبقى معايا اسهل. اهو بجيب الاستيك عادي وبدخله كده اهو، بيبقى كده بالشكل ده. او تربطيه يعني لو حابه ان عشان ما تلاقيهوش فك مثلا ولا حاجه. وبنبدا طبعا ندكك يعني كده زي ما احنا عارفين اهو. بندكك كده للاخر لحد طبعا ما نوصل للطرف التاني. دلوقتي ده شكل التلبيسه او الكفر بتاعنا بعد ما عملنا الاستيك تمام. انا اهو دككته بالبنسه زي ما قلت لكم. طبعا احنا مش بنضيقها قوي عشان ما نحسش ان الشلته اتضغطت قوي تحت الكفر بتاعها. ولو انتي مش متاكده ممكن تقيسي الاول على الشلته وتشوفيها ايه المناسب، وبعدين تضيقي او توسعي زي ما انتي عايزه. فاحنا المفروض بقى ان احنا بنربط الاستيك و بنخيط الحته اللي احنا كنا سايبينها مفتوحه عشان ندكك منها الاستيك. بنمشي عليها ونقفلها خالص. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين معايا كده خلاص قفلناها وركبنا الاستيك. وزي ما انتوا شايفين بقى بصوا التقفيل حلو جدا والتشطيب مفيش اي خيط طالع ولا اي حاجه منسله. هركبها بقى على الشلته واجي اوريها لكم. وادي شكل الكفر بتاعنا بعد ما خلصناه. جميل جدا ومظبوط. هقلبها لكم على الناحيه التانية عشان نشوفها. ده شكلها من الجهه التانية. زي ما قلنا عملنا حسابنا عشان الجزء اللي هيدخل تحت الشلته عشان ما الكفر ما يطلعش منها بسهوله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقه تكون سهله عليكم ان شاء الله. بقى الفيديو الجاي تابعوا معايا. هنعمل بقى القطعه التانية اللي هي طبعا انتوا عارفين ان الركنه بيبقى فيها الجزء ده اللي هي فيها الحرف زي ال ده. طبعا هنعملها بطريقه تانية. فتابعوا معايا ان شاء الله. الحلقه الجايه تبقى الفيديو الجاي عن ازاي هنعمل القطعه دي. وهنعمل برضو القطعه اللي هي بتبقى في اخر الركنه اللي هي بتبقى زي نص دايره او زي هلال كده اللي هي بتبقى في الاخر. فان شاء الله تابعوا معايا ولو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك واشتراك
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.